السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا وكركورة حبيبتي هنعمل أكلة حلوة جدا بيحبها الصغير والكبير. هنعمل ايه يا كركورة النهاردة؟ كوكيز. كوكيز مع كوباية نسكافيه ولا كوباية شاي بلبن الصبح. تفطري أحلى فطار انتي وولادك. يلا بينا نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا. اول حاجه عندنا بيكنج باودر، وعندنا كوبايتين من الدقيق مع رشه ملح، كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه الا ربع من السكر، كيس فانيليا والبيضتين. وعندي الشوكليت شيبس دي بتشتريها من اي واحد مستلزم بيبيع مستلزمات الحلويات. وعندي هنا كاكاو كاكاو خام اهم حاجه، هناخد منه معلقتين. هي دي المقادير. هنعمل ايه يا كركوره بقى؟ هنحط الزيت وعليه السكر. وهنفضل نقلب لحد ما السكر يدوب ويبقى الخليط متجانس تماما. هنقلب. وعايزه اقول لكم ان هنا كركوره بقى قلبت معايا كمان الخليط ده، كان كل ما يجرحها يوجعها انا اخد منها الدور بقى شويه. بصوا كركوره بقى وهي بتقلب، شاطره جدا، برافو عليك يا كركوره. هنبدأ بقى نقلب لحد ما زي ما اتفقنا السكر كله يدوب. اهم حاجه بعدين هننزل بالبيضتين، وعليهم طبعا كيس الفانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض. المرحلة دي انت مش محتاجة لا مضرب كهرباء ولا عجان ولا اي حاجة، يا دوب بنقلب بايدينا كل المكونات بالسلك بمضرب السلك عادي. اهم حاجة المكونات كلها تتجانس مع بعض وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا شكل الخليط حتى اختلف شوية، وبدأت المكونات تتجانس مع بعض. بصوا عمل ازاي كده، تمام التمام. يلا بقى نجيب الدقيق ونحط رشة الملح ونحط كيس البيكنج باودر. هنحط الدقيق بتاعنا بالظبط كده. ولحد كده احنا مش محتاجين بقى المضرب السلك ده، شكرا شكرا جزيلا. يلا بقى بالسباتيولا كده على طول وهنقلب، ويا دوب احنا مش بنعجن، احنا بندخل الدقيق بس وبنمزجه كده في الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين. تمام التمام. كده بقى عظمة عظمة عظمة. يلا نحط الشوكليت شيبس كمان بتاعنا وهنديله تقليبة كده. وفي المرحلة دي أنا هقسم الخليط بتاعي لنصين، نص هعمله بالكاكاو عشان يبقى كوكيز بالشوكولاتة، والنص التاني هخليه زي ما هو أبيض عشان يبقى الكوكيز بالفانيليا. تمام التمام. الجزء اللي بالفانيليا زي ما انتوا شايفين ولسه بيلزق، هبدأ بقى أحط شوية دقيق تاني، يدوب هحط معلقتين وهشوفه. المرحلة دي بقى امسك العجينة بايدي عشان اشوف ملمسها وادخل زي ما اتفقنا، انا مش بعجن، انا يدوب بدخل الدقيق جوه العجينة. تمام التمام. هشوف ملمسها كده. بص انا بقول لكم ان هي لسه بتلزق في ايدي، عشان كده يدوب حطيت نص معلقة كده من الدقيق كمان، وهشوف العجينة بتاعتي. هدخل بقى شوية الدقيق دول وكده هتبقى العجينة زي الفل. تمام التمام. بس يلا نعمل الاختبار بتاعنا ونجرب. بصوا زي الفل. يلا نروح بقى للجزء التاني اللي بالكاكاو. هجيب معلقتين من الكاكاو الخام وهحطهم. كركورة بقى هتقول لكم عملنا ايه. هنحط طبعا الكاكاو وهنقلب كويس جدا. هنقلب لحد ما الشكل ده يبقى معانا. شايفين بتتفرد ازاي؟ احنا دلوقتي بقى عندنا فانيليا وعندنا كمان الكاكاو بالشوكولاتة. الشوكولاتة، صح.
هنعمل ايه بقى دلوقتي يا كركورة؟ هنحط الشوكليت شيبس. هنحط الشوكليت شيبس ونبدأ ان احنا بقى نشكل العجينة بتاعتنا كور صغيرة ونحط في الصواني. يلا بينا. جبنا الصينية بتاعتنا وما دهناش اي حاجة، بصراحة العجينة كان فيها الزيت والسمنة كفاية جدا. هنا هنعمل كور صغيرة وهنحط لها الشوكليت شيبس بتاعتنا. وكركورة كان دورها في الموضوع انها بتعمل ايه؟ بحط الشوكليت شيبس. شاطرة يا كركورة. كنا احنا بنعمل الدوائر الصغيرة كده، وخدي بالك تعملي الدوائر صغيرة وتوسعيها بعيد عن بعض شوية، لأن الكوكيز بيفرد شوية في الفرن. الحجم ده كان كويس جدا بصراحة، كانت حاجة كده. عظمة عظمة عظمة. شاطرة يا كركور. ولازم وانتي بتحطي الكوكيز تحطي الفانيليا مع الشوكولاتة الاتنين في صينية واحدة. ليه بقى؟ عشان نعرف السوا بتاع الكوكيز. الشوكولاتة لو بس حطيتيه لوحده مش هتعرفي السوا بتاعه، لكن اللي بيعرفني السوا بتاع الشوكولاتة اللي هو الفانيليا. لو لقيت الفانيليا خلاص استوت والوش بتاعها احمر وكمان الظهر بتاعها بقى جميل، خلاص يبقى الكوكيز كمان الشوكولاتة نفس الكلام. لكن لو حطيناه لوحده في صينية لوحده كده مش هناخد بالنا من السوا قوي. كده حطينا الكوكيز في الصينية وحطينا كمان الشوكليت شيبس عليه، كده تمام التمام. يلا الصينية التانية نفس الفكرة بالظبط. هنعملها هنعملها وهنحط الشوكليت شيبس عليها وبكده نبقى خلصنا. عايزة اقول لكم بقى كل الولاد كان كله بيعمل معايا في الصينية، اللي كان بيحط الشوكليت شيبس واللي كان بيكور. كنا كلنا مبسوطين جدا، والطعم في الاخر كان جميل جدا. حاجة كده عظمة عظمة عظمة. كده خلاص خلصنا كله. والكمية بتاعت الكوبايتين من الدقيق او كوبايتين وربع من الدقيق اللي احنا استخدمناهم عملوا لي 3 صواني زي ما انتوا شايفينهم كده حلوين. دخلناهم الفرن يا دوب ما خدوش ربع ساعة بالظبط او 10 دقايق، والكوكيز كان تمام التمام وطلع زي العسل. بصوا شكله حاجة كده عظمة عظمة عظمة، يعني فاخر من الاخر. بصوا كمان السوا بتاعه من تحت ومن فوق مستوي من جوه وشكله جميل جدا. ممكن تعمليه بالسمنة، ممكن تعمليه بالزبدة، ممكن تعمليه كمان بسمنة على زبدة، تعملي خليط يعني. ايه رأيك في الكوكيز يا كركورة؟ حلو جدا جدا جدا. عجب كركورة جدا جدا، كانت مبسوطة بيه وقالت لي ان احنا هنعمل تاني. ممكن كمان تحطيه في علب كده صغيرة وتديه لولادك وهم رايحين المدرسة الصبح. حاجة كده انتي ضمناها وعاملاها بإيدك. وبكده خلصت وصفتنا. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة. مع السلامة. قولي لهم مع السلامة يا كركورة. مع السلامة وباي باي. ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حلوين، وعمل اللايك لو عجبتكم الوصفة. واستنى